أنهى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مهام 5 وزراء في التعديل الحكومي الجزئي الذي مس حقائب وزارية مرتبطة بقطاعات اقتصادية عدا حقيبة العلاقة مع البرلمان التي خرجت من تصرف الطاهر خاوة المستبعد. هذا وتم دمج وزارتي النقل والأشغال العمومية في وزارة واحدة يقودها بوجمعة طلعي، في حين تم تعيين مدير عام سونالغاز نور الدين بوطرفة خلفا لصالح خبري على رأس وزارة الطاقة. هي 5 رؤوس تسقط من حكومة سلال في أول تعديل بعد إقرار الدستور 7 فبراير. فعميد الوزراء عمر غول الذي عمر في قصر الدكتور سعدان لأزيد من 17 سنة كاملة يرحل أخيرا بعدما لاحقته فضائح الطريق السيارة ومهازل تسير قطاعات السياحة النقل والأشغال العمومية، ليكون الخليفة الوزير عبد الوهاب نوري القادم من مبنى وزارة الموارد المائية. حكومة سلال في طبعتها الخامسة تستغني عن خدمات وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة بعد الفشل الذريع الذي لاحق كل خياراته المنتهجة في تسيير الصدمة المالية، فالرجل ظل تائها في خطابات التنظير. والأكثر من كل هذا، بن خالفة ينصب نفسه مفتيا للجمهورية بعدما قالها بدون تحفظ: القرض السندي حلال على الجزائريين. وأمام كل هذا، الرئاسة تستنجد بالوزير بابا حجي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعدما بات شبح الإفلاس يخيم على مؤسسات الدولة. وغير بعيد، الرئيس المدير العام لمجمع سونالغاز نور الدين بوطرفة الذي لا يفقه كثيرا في أمور النفط ولعبة التحكم في الأسعار في البورصات الدولية يعين على رأس قطاع الطاقة خلفا للوزير صالح خبري الذي كان رحيله من الحكومة محصلة لانتكاسة البترول بعدما سحب منها ملف تسيير الأزمة النفطية في ظل تراجع مكانة الجزائر الدولية وصوتها المؤثر خصوصا في منظمة الأوبك. سيد أحمد فروخي بات من الآن في خانة الوزراء السابقين لقطاع الفلاحة بعد عجزه في وضع سياسة ناجعة وجدية تحقق غاية الإقلاع الفلاحي المنشود، والذي يبقى مؤجلا إلى حين تبني هذه الاستراتيجية من طرف الوزير الجديد شلغم عبد السلام. هو تعديل خامس يمس تركيبة حكومة سلال، تعديل ارتكز على الدوائر الوزارية ذات الصلة المباشرة بالعصب الحيوي للاقتصاد الوطني كالمالية، الطاقة، الفلاحة والسياحة، تعديل يعكس متاعب السلطات العليا في الدولة وتخبطها الكامل وتسييرها العشوائي لهذه الضائقة المالية، وهنا استحداث وزارة منتدبة مكلفة بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية يقودها معتصم بوضياف كخطوة تراهن عليها حكومة سلال الجديدة للمساهمة في بناء اقتصاد بعيد عن المحروقات.